ألف 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 مبروك. نهضة بركان يكتب التاريخ بمداد من ذهب. تتويج قاري جديد ينضاف إلى سجل التتويجات. هذا النادي الذي ولد من لا شيء أصبح صورته تسبق. أصبح نهضة بركان من الفرق الكبيرة وطنيا وقاريا. كتب سجله بالألقاب، فخزينته أصبحت تمتلئ سنة بسنة بالألقاب، حتى أصبح سيد المغرب وسيد أفريقيا. إنها نهضة بركان، نهضة التتويجات، نهضة الكؤوس، نهضة الأفراح والتتويجات. نهضة بركان يضيف كاسا غالية، كاس الكونفدرالية الإفريقية. نهضة بركان وبرغم من الصعوبات التي واجه في تنزانيا، الكولسة والخولسة وحتى الشعوذة، لم تؤثر في لاعبي نهضة بركان. اللاعبين الشموخ والعطاء والتتويج سمة تتوج بها نهضة بركان. هذا الفريق العريق أصبح يخيف ويرعب الداخل والخارج. نهضة بركان، نهضة التتويج، نهضة الشموخ، نهضة فريق سيكتب سجله بالمداد من ذهب. ما زال كأس السوبر الأفريقي، ما زالت الألقاب، وما زال الفريق الشاب يؤتي العطاء، وسيكتب وتاريخ سيكتب في سجل من السجلات الكرة الوطنية والكرة الإفريقية. نهضة بركان بهذا التتويج يساير التتويجات المنتخبات الوطنية والفرق الوطنية والمجهودات الجبارة للمسؤولين، لا على صعيد تكوين ولا على صعيد الملاعب. إن نهضة الكرة المغربية إلى العالمية. فبعد التتويجات المنتخبات الصغيرة وحتى الكبيرة، ها هو نهضة بركان يتوج الكرة المغربية بلقب ولا أحسن، لقب ولا أفضل في داخل إفريقيا ومن وسط إفريقيا. استطاع هذا الفريق الشاب أن ينزع الكأس من أنياب الذئب. برغم من الصعوبات وبرغم من كل شيء، نهضة بركان يتوج بطلا لإفريقيا من جديد. هذه السنة سنة نهضة بركان، نهضة الكرة المغربية، نهضة الأندية الوطنية. إنه زعيم الكرة المغربية، زعيم الأندية الوطنية حاليا، هو الأقوى وهو الأحسن، لا من التسيير ومن الألقاب. نهضة بركان، نهضة الفرق العريقة والصغيرة، نهضة فريق شاب كتب سجله بالألقاب. فريق عريق أصبح يخيف الأندية الوطنية الكبرى وحتى الأندية الإفريقية. نهضة بركان، نهضة الألقاب، نهضة التتويجات، نهضة التسيير الجميل. ألف 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 مبروك لفريق نهضة بركان وللكرة المغربية وللكرة الإفريقية بهذا الفريق. هذا الفريق الموسم القادم سيرفع التحدي في كأس أغلى، عصبة الأبطال الأفريقية. أقولها من اليوم، نهضة بركان سيكون في نهائي عصبة الأبطال.